يبقى انا دلوقتي في حاجه. اخر مدرسه موجوده عندنا نحب اللي هو ايه ننبه عليها من الدورات المتوفره عندنا في جمهوريه مصر العربيه هي المدرسه البريطانيه. تعتبر المدرسه البريطانيه من المدارس اللي هي بتتكلم فيها شويه عن الاداره، ما فيهاش ارقام اللي بتساعدني كمسؤول سلامه وصحه مهنيه ان انا اقدر احدد المخاطر الموجوده، منها النيبوش بقى لها تطبيق جديد تكون دلوقتي من 2 مستوى. لسه الناس اللي لسه بتدرس على النظام القديم زي ما هي مفيش مشكله. طبعا ايزو بجميع انواعه، ايزو جودة، وايزو سيفتي، وايزو سيفتي جودة. وعنده طبعا الايش، وعنده اللي خاص بايه كورس مخصص لعمليات الرفع والتصبيب. عندنا عمليات الرفع والتصبيب في فيديوهات برضه هنعرضها مع بعض بس على الفيسبوك. الفيديوهات بتوضح الدنيا اكتر. الصورة ديت، بس الصورة اللي انا حاططها وانا متعمد. فيها فيها كومنت انا حاطه ومصمم ان انا حاطه، ان انا كمسؤول سلامة وصحة مهنية مطلوب مني ان انا اطلع استلم ونش. دلوقتي راح استلم ونش جاي يشتغل عندي فين؟ في الموقع. لازم عيني تكون لازم عيني تكون لماحة. ده اي حد سيفتي لازم يكون كده. تبدأ عينك تجيب الغلطة اللي قدامك. تمام، ان في هوك نازل من الونش وانا مصبن كرفان والوايرات بتاعته موجودة مكان الطرد ده. مع اي حركة بالهوك يمين او شمال هتلاقي الوايرات ديت هتبدأ تطلع بره الهوك، وتسبب لك مشكلة. هتسبب لي مشكلة. يبقى اول حاجة لازم ابص عليها ان الهوك ده ليه سقاطة امان. بس هنا في مشكلة تبدأ تقابلنا كلنا كناس سيفتي. بس هنا في مشكلة بتبدأ بتواجهنا، تمام، كلنا كمسؤولين سلام. شهادة الشركة الموردة ليا أو المقاول اللي مورد ليا جاي يشتغل في الشركة، يعني بيبقى في مشكلة في سقاطة الأمان. فيبقى في مشكلة في سقاطة الأمان أو في الونش ذات نفسه، يبدأ يحلها بنفسه. أو في الونش ذات نفسه بيبقى فيه عطل فيبدأ يحلها